الدكتور علاء صادق. الدكتور علاء صادق الإعلامي الرياضي اللي من وجهة نظري كان إعلامي رياضي مميز جدا جدا جدا، وأنا متابعه بقالي أكتر من 50 سنة، وأنا سمعته بيقول إن هو بقاله 65 سنة في المهنة دي. كل الاحترام والتقدير لشخصك المحترم، لكن أنا من حقي أختلف مع حضرتك في حاجة مهمة جدا جدا جدا. وانت في الفترة الأخيرة ومن مدة يعني لا بأس بها، يعني مدة كبيرة يعني، وانت بتخلط السياسة بالرياضة. مع احترامي لشخصك، لكن أنا من حقي أختلف معاك. انت ما تحاولش تخلط السياسة بالرياضة، وخلافك السياسي مع السياسيين أو مع دولتك اللي هي مصر طبعا أم الدنيا كلها، ما يخليكش تحط السياسة في الرياضة وتحاول تحرض الجماهير وتطلع ان الدوله ضد الاهلي، والدوله لا، الدوله مش ضد الاهلي. الدوله لو ضد الاهلي ما كانش خد كل البطولات ديت. الدوله مع كل الرياضيين، حتى ولو كان كل القاده اللي هم ماسكين الرياضه آه، زملكاويه، لكن ما بيتدخلوش في حاجه. ومعنى ان مثلا الدوله تقف مع نادي كبير زي نادي الزمالك عشان ما يقعش، ده مش معناه ان هي بتحارب الاهلي. لا، الاهلي بياخد بطولات كل سنة، الأهلي بياخد حقه تمام مية مية. وأدا الدولة هي مرحبة بالخطيب، وده كمان بيترشح تاني. فيعني أنا مش عايز حضرتك تخلط السياسة ده رأيي، عشان أنا بحترمك جدا ومتابعك بقالي أكتر من 50